السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا وحشتوني جدا، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى من ربنا تكون سنة سعيدة على العالم بأجمعه، وينصر اخواتنا في فلسطين يا رب العالمين. طبعا داخلين على مرحلة تانية كروية، طبعا النادي الاهلي العالمي، اللي شرفنا طبعا قدام العالم كله، وشرفنا في الدولة الشقيقة السعودية وتالت عالم. وكنا نتمنى ان الاهلي كان يبقى يلعب قدام مانشستر سيتي، وكنا ثقة في النادي الاهلي العالمي اللي مشرف الكرة المصرية ومشرف القارة بأجمعها. طبعا يعني كنا نتمنى يلعب النهائي قدام مانشستر سيتي، وكنا هنعمل اداء، وكنا نتمنى ناخد البطولة، بس ما حصلش نصيب. برضو الاهلي عالمي. طبعا احنا داخلين في مرحلة تانية خالص من بعد ما هنسيب النادي الاهلي، رايحين طبعا لام الدنيا. عندما تعشق الكوره فتعشق منتخب مصر. اتمنى من ربنا باذن الله يوم 15 يناير منتخبنا يشرفنا كده باذن الله في انطلاق البطوله، منتخبنا يعمل اداء روعه. ادي اول هام. تاني هام، تعالى نسمع منتخبنا الوطني والقايمة النهائية للمنتخب الوطني، وفي تغيرات كتير حصلت. تعال نسمعها ونرجع تاني. قول لي يا كابتن ابراهيم، القايمة النهائية للجنة المنظمة اللي هم ال27 لاعب اللي بعدهم يعني فيتوريا. سمعني كده اخر القايمة والتغيرات اللي حصلت، سمعني يا نجم. اللي فيها محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني واحمد حجازي وعلي جبر واحمد سامي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم اللي دخل مكان اسامه جلال ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطيه ومهند لاشين اللي دخل مكان احمد نبيل كوكا والنني ومحمود حماده وحمدي فتحي وامام عاشور واحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا واحمد حسن كوكا. ده قائمه ال27. دي يا كباتن قايمة ال27. طبعا التغيرات اللي حصل، طبعا طلع أسامة جلال ونزل ياسر إبراهيم. يا عم الحمد لله بالسلامة. ما كنا من أول خالص وبنقول فين ياسر إبراهيم؟ بعد احترامي ليك، ياسر إبراهيم أحسن مدافع في مصر حاليا. طبعا محمد عبد المنعم عامل اداء روعه، بس ياسر ابراهيم تمام مع النادي الاهلي في السعوديه، يعني في كاس العالم، وصاد طبعا لعيبه في فرق شاسع من اللعيبه اللي كنا بنلعبها هناك من اللعيبه اللي موجوده حاليا. ياسر ابراهيم كان عامل اداء روعه، ما كنا بنطالب بيه من اول. طبعا الحمد لله اللي هو رجع منتخبنا، واللي طالبنا بيه من الاول ان ياسر ابراهيم يرجع المنتخب. ما مش ينفع يبقى عندنا احسن مدافع في مصر وما يلعبش. تمام. وفي حاجه تانية برضو نتكلم فيها، يعني احمد نبيل كوكا. طبعا ده لاعب واعد كنا نتمنى من ربنا انه يبقى في البطوله. طبعا نتمنى له الشفاء. الكابتن احمد نبيل كوكا ده مستقبل مصر ل10 سنين قدام. 10 سنين قدام. نتمنى له باذن الله الشفاء العاجل. نطلع بقى من موضوع المنتخب ونخش في موضوع تاني. موضوع حسين الشحات مع الشيمي. تمام. ايه اللي يطلعني دلوقتي؟ من قانون الكوره لطلعه لقانون الجنائي؟ يعني انا مش فاهم. دلوقتي ممدوح عيد، انت عايز ايه من النادي الاهلي؟ ممدوح عيد راح اشتكى حسين الشحات جنائيا. تمام. طبعا الواقع ده عارفينها، بتاعت الشيمي وحسين الشحات في مباراة الاهلي، وكله طلع قال حسين الشحات غلطان وي وي وي، والموضوع انتهى، وفي اعتذار، وفي حاجات كتير حصلت. ممدوح عيد دلوقتي بيكبر الموضوع. يعني انت ممدوح عيد، انت شايف دلوقتي منتخب مصر دلوقتي داخل على بطولة كبيرة، ولا عايزين مشاكل ولا عايزين حاجة. طب ما ممكن الاهلي يعمل حاجة حلوة ويطرد بيراميدز من دوري ابطال افريقيا. هتقول لي ازاي يا كابتن؟ اقول لك انا ازاي. طبعا بيراميدز دلوقتي بيشتكي لاعب جنائيا،
وده في الفيفا ممنوع. انت دلوقتي المفروض بتشتكيني في الفيفا لو انا اخطأت كرويا او اخلاقيا او حاجة، بتشتكيني في الفيفا او بتشتكيني في اتحاد الكورة، واتحاد الكورة بيصعدها. تمام. ممكن الاهلي دلوقتي يروح للفيفا ويقول نادي بيراميدز بيشتكي اللاعب بتاع اللي هو حسين الشحات جنائيا، فيطرد بيراميدز من دوري ابطال افريقيا. ليه؟ طلعت عن قانون الكورة، عن قانون الكورة. انا مش عارف ممدوح عيد عايز ايه بالظبط، ممدوح عيد عايز ايه بالظبط، مش فاهمين لك اي حاجة في اي حاجة. وفي موضوع تاني هكلمكم فيه طبعا، الكابتن رضا عبد العال كلنا عارفين، خالف تعرف خالف تعرف. انا نفسي اعرف الكابتن رضا عبد العال عايز من امام عاشور ايه، عايز من امام عاشور ايه؟ مش فاهم انا يعني. يا كابتن رضا، امام عاشور لما كنت في الزمالك كنت بتقول عليه ده مستقبل مصر، ده اسطوره، ده كلام كتير قوي. مش معنى دلوقتي اما راح الدنمارك ورجع للنادي الاهلي، دلوقتي امام عاشور انت ماسكه سلخ 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 سلخ. هو انت ليه يا كابتن رضا؟ انا نفسي اعرف انت اقتنعت بمين في مصر؟ يعني هات لي لاعب كده في مصر انت اقتنعت بيه، ولا مدرب في مصر انت اقتنعت بيه. خالف تعرف عايز دايما تبقى موجود في الترند. يا كابتن رضا، يا كابتن رضا، بعد احترامي ليك وانت نجم كبير، نجم كبير محسوب على الكرة المصرية، محسوب عن الكرة المصرية، بس بطريقتك دي صورتنا في الخارج ما بقتش لطيفة جدا، ما بقتش لطيفة جدا. كابتن رضا عبد العال اسطورة، بص اسطورة، واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش كورة. بس اسطورة كروية، مش اسطورة خالف تعرف. يا كابتن رضا انت كده كده مش محتاج يعني، بعد احترامي ليك مفيش مشجع كورة في مصر بيسمع حضرتك لما خلاص حفظك يا كابتن رضا. يا كابتن رضا مفيش يعني مش فاهم. كابتن رضا على القناة على اليوتيوب خالف تعرف، الكابتن رضا على ما يعني مش فاهم على كل القنوات الرياضية اللي بيطلع فيها خالف تعرف. قول لي انت حد اقتنعت بيه وانا هسقف لك اقول لك شابوه. انت ما اقتنعتش بحد خالص. امام عاشور راح النادي الاهلي، دخل من ضمن الناس اللي انت دخلتها الخلاط. يا كابتن رضا نهدى شويه، احنا داخلين على مرحله تانية خالص، مرحله منتخب مصر، وكلنا بنقف في ظهر منتخب مصر. انما انت يا كابتن رضا بما يرضي الله لا تعلم حاجه عن الكوره او تحليل الكوره، بعد احترامي ليك. كلوب طبعا عشان الفتره اللي جايه دي كلها محمد صلاح مش هيبقى موجود في النادي وكلام من ده، قال لك اتمنى هزيمه منتخب مصر في الاول. يا عم منتخب مصر انت ايه يا عم الحاج؟ انت فكرنا مين بعد احترامي يعني؟ احنا منتخب مصر، ايجيبت يا نجم، ايجيبت. وعشان ما اطولش على حضراتكم، وهطلع معاكم لايف النهارده بالليل باذن الله مع التغيرات اللي حصلت والجديد كله باذن الله. اتمنى من ربنا تدعموني بلايك وسبسكرايب وشير، وما اطولش عليكم تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.